صباح الهنا والجمال عليكم. بحضر فطار جهنمي، فطار عالمي، فطار كومبو. بضايه واحده هتكفي 16 نفر. 16 نفر؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه بضايه ديناصور ولا ايه؟ شايفين حجم البضايه دي؟ بضايه نعام. هنعمل بيها الفطار النهارده، وهعمل بيض بالبسطرمه زي ما انتم شايفين كده. الصينيه حطاها في الفرن، بصوا سايباها بتسخن علشان اول ما اطلعها وانزل فيها السمنه البلدي بتاعتنا يا عيني عليها، وتروح بقى من السخونيه، تروح ايه مشكشكه كده مع نفسها. ونشوف هنعمل فيها ايه. تعالوا الاول نفتح معانا بيضه النعام على ما الصينيه تسخن زياده. انا جايبه الفرن ده مخصوص عشان نعمل فيه فطير مشلتت، ده الفيديو المنتظر ان شاء الله او الفيديو الجاي. تعالوا كده نشوف هنفتح بيضه النعام ازاي. ماشي، يلا بينا. بصوا كده، نيجي من هنا او من هنا، نعمل كده بالراحه. تعالوا بقى نفتحها سوا. بسم الله. شايفين انا بعمل ازاي؟ نعمل بالراحه خالص كده. بصوا، نعمل الجزء اللي بره، شايفين؟ بصوا، وافضي كده علشان القشره اللي جوه ما تتفتحش بالمنظر ده كده. نبدا احنا نكمل بالراحه خالص كده علشان القشره اللي هي الرقيقه ما تتفتحش مننا. والقشر شايفين كده، ببدا ان انا اعمل الطبقه اللي هي الخارجيه، ودي بصوا القشره اللي هي دي الطريه دي بسيبها بالراحه خالص عشان ما تتفتحش. طيب ليه بعملها كده؟ علشان ممكن ان احنا نفضي البيض اللي جواها وبناخدها بعد كده يترسم عليها، يتعمل زي اباجوره، ايا كان الاستخدام. لكن انتوا لو عايزين بقى تكسروها كده من النص تبوظوا القشره خالص زي ما انتوا عايزين. بصوا بقى كده معايا، هبدا كده. انا خلاص اهو نزلت كل اللي بره. ابدا، استنوا تعالوا، علشان انا هعمل بيض بالبسطرمه فعايزه كلها تبقى ايه، سامعين؟ طبعا مش سامعين. بصوا كده، تعالوا بقى كده نفتح بالراحه خالص كده. بصوا بفتح كده بالراحه، شايفين؟ انا بشيل القشره كده بالراحه اهي. وتعالوا بقى نخرج الصينيه، نسيب دي هنا كده، ونخرج الصينيه من الفرن وهي سخنه علشان تشكشك معايا على طول. والبضايه كانت هتقع وكنا هنروح في داهيه. خلي بالكم الصينيه سخنه قوي. بصوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم كده اهي. انا سبت البضايه عشان ايه؟ نحط حبه السمنه الحلوين كده. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يشرح القلب الحزين. مش قادره اقول لكم ريحه السمنه البلدي ايه. بالشكل ده كده. نروح ايه فاتحين البضايه بعد ما رجيناها طبعا. وتعالوا بقى نفضي البضايه مع بعض. بسم الله. بصوا احنا كده بنخلط البياض مع الصفار علشان تنزل بالشكل ده كده. طبعا احنا لو عايزين الصفار لوحده والبياض لوحده بنبدا ان احنا نفتحها بطريقه تانية خالص. شايفين البضايه عامله ازاي؟ كده فضيناها خالص. بصوا بقى في حاجه هنا بنعملها، شايفين القشره اللي انا قلت لكم عليها دي؟ المفروض ان احنا بنعمل كده. بصوا، لو احنا هنستخدم البضايه علشان نرسم عليها او نستخدمها كاباجوره، لازم القشره دي تتشال علشان ما تعملش في جوه عفونه وتبقى ريحتها مش حلوه. بنمسكها نغسلها كويس جدا وبنشيلها يترسم عليها او يتعمل فيها جوه فرع نور، بتبقى هايله. تعالوا بقى دلوقتي، ادي البضايه اهي بعد ما فضيناها. الصينيه طبعا سخنه جدا. قلبنا كده البضايه مع السمنه. شايفين حجم الصينيه يبقى عامل ازاي؟ ابدا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ عندي حبه بسطرمه كده، ابدا ان انا اوزعهم على الصينيه. طبعا انا سايباها بالثوم بتاعها علشان انا بحب الثوم يديها التمليحه بتاعتها. ممكن لو انتم مش عايزين تحطوه ما فيهاش مشكله، بتشيلوه وترشوا شويه ملح زياده شويه بالشكل ده كده. بصوا بقى كده
نجمل البسطرمه كلها. وزي ما قلت لكم عايزين تشيلوا الثوم شيلوه. شايفين ما شاء الله البضايه دي بتوكل 16 نفر عشان تبقوا عارفين، يعني لو عندنا عزومه نعمل منها. وعلى فكره مش بنستخدمه للاكل بس، ده احنا بنستخدمه كمان للحلويات. في فيديوهات جايه كتير هتشوفوا بيض النعام بيتعمل ازاي اصلا، وازاي نعرف ان البضايه دي فيها كتكوت نعام ولا ما فيهاش. بالشكل ده كده. والفرن عندنا سخن اللي هو الفرن البلدي بتاعنا الحلو ده. نحط فيه الصينيه ونشوف احلى واكبر صينيه بيض بالبسطرمه هنفطر بيها النهارده، مع حبه بطاطس كده متحمره، مع حبه عيش بلدي، مع حته جبنه اسطنبولي، مع بطيخه بقى يا سلام من اللي قلبكم يحبوها، مع بطيخه بقى كده متلجه من اللي قلبكم يحبها. ومش قادره اقول لكم بقى في الحر اللي احنا فيه ده، اللي مش قادرين نعمل فيه مطبخ ولا نخش المطبخ ولا نعمل اكل، يبقى احلى اكل على قلبنا. تعالوا نحطها في الفرن ونشوفها بعد ما تستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ارجع لكم بقى بعد ما تستوي ان شاء الله.